بطلب منها عقدنا هذا اللقاء مع التنسيق الوطني للتعليم. الهدف كان هو أولا الوقوف على ونناقشوا القضايا اللي مطروحة الآن في التعليم، هذه الأسباب ديال الإضراب، وكذلك تقديم اقتراحات من طرفنا لهم لتقليل قدر الإمكان من هذه الحصص ديال الإضراب، وكذلك التعامل شيئا ما بإيجابية مع بعض البوادر أو المبادرات الإيجابية ديال الحكومة اللي اقترحت واحد العدد ديال الأمور. طبعا من خلالهم تفهمنا على أنه صحيح، على أن المطالب ديالهم هي مطالب في الواقع مشروعة، باعتبار على أن الأستاذ ينبغي أن يحظى بمكانة متميزة في نظامنا التعليمي، وبطبيعة الحال بدون راحة نفسية وبدون راحة مادية والظروف ديال العمل والاجتماعية ما يمكنش نتصوروا على أن النظام التعليمي ديالنا غادي يترقى إلا بهذا الوضع المريح بالنسبة لرجال ونساء التعليم. نتمنى من الله تعالى على أنه الأيام القادمة القريبة إن شاء الله تفرج على بوادر ديال حل هذه الأزمة، لأن الوليدات ديالنا في الواقع بودادي هما ما كيقراو شيء، وهذا طبعا سبب مشاكل لكثير من الأسر. نتمنى من الله تعالى على أنه المبادرات ديال الحكومة تزيد مازال تكون أكثر إيجابية للحد من هذا الإشكال. الأساتذة كذلك جينا باش نترجوهم على كل حال حتى هما باش الحصص والمدة ديال هذه التوقفات تكون شوية محدودة، بحيث تفتح مجال لإنجاز واحد العدد ديال البرامج التعليمية على الأقل في هذه الدورة الأولى التي شرفت على النهاية. ونتمنى من الله تعالى على أن هذا الإشكال، هذا السلم الذي افتقدناه في المدرسة المغربية في هذه الأيام الأخيرة يعود يرجع في القريب العاجل إن شاء الله. ما بين ما يقال وما يكتب وما يروج عن التنسيق الوطني للتعليم وما بين الجلوس ديالكم معهم، يعني وجها لوجه بشكل مباشر، واش حسيتي كاين شي فرق؟ لا، على كل حال احنا ماشي حتى جلسنا معهم، احنا حتى قبل احنا كان عندنا رأي ديال أنه الأساتذة في الواقع خص يكون وضع عندهم مريح، ووضع ديالهم يكون فعلا مشرف. وبطبيعة الحال ملي جلسنا معهم سمعنا منهم شنو هي الأشياء اللي كتخليهم مازال ياخذوا هذه العملية الاحتجاجية. وإن شاء الله تعالى كنتمنى على أنه في القريب العاجل كل القضايا المطروحة واللي كتخلي رجال التعليم ماشي في الوضع ديالهم المريح أنها تحل في القريب العاجل باش يرجع السلام والسلم إلى المدرسة المغربية إن شاء الله. شي رسالة تبغي توجهها؟ الرسالة أنا قلنا الرسالة الأولى كنتمنى من الحكومة تأخذ مزيد من المبادرات الإيجابية تجاه رجال ونساء التعليم، ونتمنى من رجال ونساء التعليم مزيد من التضحية. هما ديما كيضحيوا ولكن بغيناهم يزيدوا يضحيوا شي شوية، لأنه الضحية في هذا الشيء كله هما الوليدات ديال المغاربة. شكرا.